تحياتي. حلقتنا النهاردة هتكون حلقة شائكة جدا ودسمة وغنية بالمعلومات، لأننا سنتناول فيها تناقضات القرآن وآياته الغير مفهومة التي تتعارض مع العقل والمنطق والعلم، وحتى مع الفطرة الطبيعية للإنسان. منذ فجر التاريخ كانت النصوص الدينية تعتبر مصدرا للمعرفة والحقيقة المطلقة. طالما هناك نص ديني فهو يعني الحقيقة المطلقة. لكن هل هذا الكلام صحيح؟ اتخذ المؤمنين هذه النصوص مرجعا للحياة وللعقيدة، لكن مع تطور العلم وتقدم الفكر بدأ الكثيرون في إعادة النظر في هذه النصوص، متسائلين: هل حقا هذه النصوص الدينية تتوافق مع المنطق والعقل؟ وهل يمكن أن تصمد أمام الاكتشافات العلمية الحديثة؟ القرآن باعتباره كتابا مقدسا لدى المسلمين، فهم يعتبرونه كتاب لا يحتوي إلا على حقائق مطلقة. لكن عندما نتمعن في هذه النصوص وهذه الآيات نجدها ضد العقل وضد المنطق، وبها تناقضات واضحة للأعمى. هناك آيات، الآية تتعارض مع الآية الأخرى، وهناك آيات لا يقبلها العقل ولا المنطق. سنوضح كل هذا في حلقة اليوم. نذهب الآن إلى أول تناقض في القرآن: وهل الإنسان مخير أم مسير؟ هل الإنسان مسؤول عن أفعاله أم أن كل شيء مقدر؟ فنجد ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ده نجده في الرعد 11. هنا يفهم ان الانسان يملك الارادة والقدرة على تغيير مصيره. اما عندما تذهب الى التكوير 29 الآية تقول: وما تشاءون الا ان يشاء الله. وهنا طبعا واضح جدا ان مشيئة الانسان خاضعة بالكامل لإرادة الله، مما يثير إشكالية كبيرة. دي في تناقض بين الحرية والتقدير الإلهي. هل الإنسان مخير إذن أم مسير؟ دي مشكلة كبيرة. آية تجدها تجعل منك إنسان أنت حر في اختياراتك وحر في مقدراتك، الآية الثانية ضد هذا وتجعلك أنت مسير، لا تملك من مقدراتك شيء. ده يؤكد طبعا ان هنا في خلل في هذه الآيات. هل حساب البشر فردي ام جماعي؟ الآية الأولى في الأنعام 164 تقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هنا واضح جدا تفيد بأن كل إنسان مسؤول عن أفعاله فقط. لكن الآية الثانية تجدها في العنكبوت 13: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، تشير إلى أن البعض يمكن أن يحمل ذنوب غيره، مما يطرح تناقضا في مسألة العدل الإلهي. نذهب لتناقض آخر في الآيات القرآنية: وكم استغرق خلق الكون. فالآية الأولى نجدها في الأعراف 54 تقول أن الكون خلق في 6 أيام. أما الآية الثانية فتجدها فصلت من 9 ل 12. الآية تقول بوضوح إن الله خلق الأرض في 8 أيام، فأيهما الأصح؟ طبعا إشكالية كبيرة. نذهب الآن إلى الآيات التي تتعارض مع العلم والمنطق. فعندما يقول الشمس تغرب في عين حمئة، حتى إذا بلغت مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ده تجده في الكهف 86. علميا الشمس لا تغرب في عين ماء، بل الأرض هي التي تدور حولها. ده خطأ رهيب. إزاي ما حدش بياخد باله منه. نذهب لتكوين الجنين. هل يبدأ العظام أولا ثم اللحم؟ عندما يقول في المؤمنون 14: فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. علميا العظام واللحم يتكونان معا وليس بترتيب زمني كما موجود في الآية. طبعا هذه الآية آية تؤكد على أن من كتب هذا القرآن لا يفقه شيء في العلم.
يعني سواء ان الشمس تغرب في عين ماء، ده يعني انسان خارج عن الزمان، ده انسان لا يعرف شيء عن علم الطبيعة. نذهب الى تناقض اخر، وهل الانسان مخلوق من طين ام من ماء ام من نطفة؟ حيث نجد أن في المؤمنين 12 الإنسان مخلوق من طين، عندما يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. لكن نجد في الأنبياء 30 أن الإنسان مخلوق من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أما في النحل 4 فنجد أن الإنسان مخلوق من نطفة، عندما يقول خلق الإنسان من نطفة فإذ هو خصيم مبين. يعني يبدو واضح ان هناك اختلاف في المادة الاساسية التي خلق الله منها الانسان، وده طبعا تعارض، لان اللي بيكتب هذه الايات بينسى هو قال ايه. مرة قال من نطفة، مرة قال انه من الماء، مرة قال انه من الطين. فطبعا ده واضح جدا ان هذه الايات يعني ايات بشرية بحتة. نذهب إلى تعارض آخر، هل الكفار يمكنهم رؤية الله يوم القيامة أم لا؟ فنجد في المطففين 15 إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هنا لن يروا الله. لكن تجد في القيامة من 22 ل 23 وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هنا سيروا الله. طيب أيهما الأصح؟ يعني كاتب هذه الآيات يأتي بالآية وعكسها، مرة يقول إنهم سيروا الله، وفي الآية الأخرى يقول إنهم لن يروه. فهل رؤية الله ممكنة أم لا؟ أتمنى أن أجد إجابات طبعا، لأن للأسف لا أحد يجيب. يعني دائما ما يوجد شيء عند رجال الدين الإسلامي اسمه علم الترقيع الإسلامي. علم الترقيع الإسلامي عندما لا يجد إجابة علمية أو إجابة مقنعة يرقع يعطيك أي أسباب، وهي أن حتى هذا لا أجد، يعني حتى ترقيعهم ضعيف. يعني المفسرين حاولوا التوفيق بين الآيات بطرق مختلفة، لكن طبعا الاختلاف يبقى مسار جدل، يعني الاختلاف واضح، يروا الله أم لا يروه. نذهب إلى تعارض آخر في الآيات القرآنية، هل كان فرعون مؤمنا عند موته أم لا؟ فنجد في النازعات 25 لم يكن مؤمنا ومات على الكفر، لكن تجد في يونس 90 انه آمن. يعني عندما يقول حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الله. لكن في النازعات 25 بيقول لك في الآية أنه مات على الكفر. فهل مات فرعون على الكفر المطلق أم نطق الشهادة قبل غرقه؟ يعني برضو كلام ضد العقل، يعني في تعارضات كثيرة، تعارضات حتى مع العلم والمنطق. الأرض ثابتة أم تتحرك؟ ويعني تجد في الغاشية 20 وإلى الأرض كيف سطحت، لكن في البقرة 22 والله جعل لكم الأرض فراشا. هذه الآيات تشير إلى أن الأرض ممدودة وثابتة، وهو ما كان يتماشى مع الفهم القديم للكون، لكنه بالطبع يتعارض مع حقيقة دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس. طبعا أخطاء علمية فادحة. يعني حتى اليوم تجد رجال دين في السعودية يقول لك ان الارض مسطحة، الارض مبسوطة. فكرة ان الارض كروية ده كله كذب. دي مشكلة كبرى ان في حتى اليوم رجال دين يعتقدون ان كروية الارض هذه كذبة كبرى. نذهب إلى آية يعني غريبة جدا وعجيبة، عندما يقول في الملك 5 ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. طبعا العلم الحديث يوضح أن النجوم هي كواكب وغازات محترقة على بعد ملايين السنين الضوئية، وليست مجرد مصابيح قريبة أو أدوات لرجم الشياطين. يعني هذا كلام يعني من يقوله فطبعا هو إنسان خارج عن الزمن ولا يعرف شيء عن العلم. أصلا هذه النجوم يعني اللي الناس شايفاها صغيرة جدا، حجمها يوازي يعني حجم الأرض عشرات المرات.
لأن النبي محمد عندما كتب هذه الآيات كان يعتقد أن هذه النجوم صغيرة جدا كما يراها. طبعا هذا جهل، كما أنه كان يعتقد أن الله عز وجل يرجم بها الشياطين، اللي هي المفروض الشياطين دي أرواح وليست مادة لكي ترجم بشيء مادي، دي أرواح. طبعا جهل مدقع للأسف. إزاي يعني محدش بياخد باله من هذه الأخطاء؟ نذهب لآية أخرى غريبة عجيبة، نجدها في النمل 18 عندما يقول: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. طبعا هذا الكلام يعني كلام ضد العقل والمنطق. لا يوجد دليل علمي واحد على أن النمل يتحدث بلغة مفهومة، إذ إن تواصل الحشرات يعتمد على إشارات كيميائية وليست لغة لفظية. فهذا خطأ رهيب في القرآن، لأن النمل لا يتحدث. لا يوجد أي دليل علمي يؤكد على أن النمل صوت أو أسلوب للكلام. طبعا هذا يعني خرافات، بالطبع خرافات. نذهب لتناقض آخر في القرآن: وهل الله يغفر كل الذنوب أم لا؟ فنجد في الزمر 53 أن الله يغفر الذنوب جميعا. أما نجد في النساء 48 إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب ما هنا هو قال يغفر الذنوب جميعا، طب ما الشرك من ضمن الذنوب، يبقى هنا في خطأ، في تعارض. فهل الله يغفر كل الذنوب أم أن هناك استثناءات؟ طبعا الآية فيها ضعف، يعني عندما يقول أن الله يغفر الذنوب جميعا يبقى حتى الشرك، ما الشرك ذنب، يبقى من ضمنهم. لكن هو في الآية في النساء 48 إن الله لا يغفر أن يشرك به، طب ما هو هنا لا يغفر. طبعا في تعارض في الآيات وضعف في النص القرآني، لأن البعض يقول لك هذا نص بلاغي، لا، نص ضعيف مفكك. والكلام ده قاله أبو العلاء المعري، وقاله الدكتور طه حسين وأبو بكر الرازي والرواندي، يعني علماء كثيرون أكدوا على أن النص القرآني ضعيف بلاغيا وفي اختلافات وتناقضات رهيبة. أنا بديكم يعني النهاردة بعض الأمثلة. أنا هخلي النهاردة الجزء الأول وأعدكم بعمل جزء ثاني لهذه الحلقة، يعني حتى لا أطيل عليكم. نذهب لاختلاف آخر في القرآن: وهل الله خلق الإنسان ضعيفا أم قويا؟ تجد في النساء 28 وخلق الإنسان ضعيفا، واضح الإنسان خلق ضعيفا. لكن تجد في التين 4 لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طب السؤال هنا: هل الإنسان ضعيف بطبيعته أم إنه مخلوق في أفضل حال وأحسن تكوين؟ طبعا تعارضات واختلافات رهيبة. هو الكاتب القرآن يكتب الآية وينسى ما كتب، لذلك الاختلافات كثيرة جدا وواضحة. ومهما حاول المفسرين أو المرقعين تغيير هذه الحقيقة تبقى الاختلافات واضحة لمن يريد طبعا أن يفهم ولمن يريد أن يعرف الحقيقة. لكن هؤلاء المرقعين الذين يعتمدون على ترقيع يعني واهي وأسباب وهي، يعني أنا ماليش دعوة بالناس دي، أنا بتكلم مع الناس اللي فعلا تبحث عن الحقيقة. خطأ علمي خطير في القرآن برضو عندما يقول لك ان الجبال تمنع الزلازل، وعندما يقول في الأنبياء 31 وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. العلم الحديث يوضح ان الجبال ليست مثبتات للأرض لمنع الزلازل، بل إنها ناتجة عن تحركات الصفائح التكتونية التي تسبب الزلازل في المقام الأول. يعني بوضوح كده القرآن بيألف، يعتقد أن الجبال تمنع الزلازل، وهذا خطأ رهيب. نذهب إلى خطأ علمي آخر في القرآن نجده في الحديث 25 عندما يقول وأنزلنا الحديد فيه بؤس شديد. والسؤال هنا: هل حقا أنزل الحديد من السماء أم أنه موجود أيضا في باطن الأرض؟ يعني هو الحديد ده موجود في باطن الأرض.
موجود بكثرة وينتج عن يعني عبر عمليات جيولوجية وليس مجرد إنزال من السماء، برضو ده خطأ. يعني هو يعتقد إن الحديد بينزل من السماء، طبعا ده خطأ رهيب، لأن الحديد موجود في باطن الأرض. وعندما يقول والشمس تجري لمستقر لها، في الحقيقة الشمس تدور حول مركز المجرة، لكنها ليست جارية بالمعنى الذي يعني كان يفهم قديما، حيث كان الاعتقاد السائد ان الشمس تتحرك حول الارض، لكن هو العكس هو الصحيح. طبعا كاتب الآيات القرآنية حقيقي يعني لا يفهم في علم الطبيعة شيء. نذهب إلى خطأ علمي آخر في القرآن عندما يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. العلم يؤكد أن السماء ليست جسما ماديا يمكن أن يسقط، بل هي الفراغ الممتد في الكون. لا يوجد سقف للسماء، لا يوجد سقف يعني يمسكه الله يعني عشان يمنع أن سقف السماء يسقط علينا. يعني هذا هراء، يعني هذه خرافات. أنا مش عارف إزاي الناس دي بتعدي هذه الأخطاء العلمية. وهل النجوم مصابيح صغيرة؟ يعني عندما يقول في الملك 5 ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، العلم الحديث يوضح ان النجوم اجرام ضخمة تفوق يعني حجم الارض عشرات المرات، وليست مجرد مصابيح صغيرة قريبة من الارض كما يعني يعتقد كاتب القرآن. نذهب إلى آية أخرى ضد العقل وضد المنطق وضد حتى الفطرة الإنسانية، ونجدها في البقرة 54 عندما يقول وإذا قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. طبعا من غير المنطقي أن يأمر نبي قومه بقتل أنفسهم، بيقول لهم روحوا اقتلوا نفسكم كنوع من التوبة. ما هذا الجنون؟ يعني هذا الكلام ضد العقل وضد الطبيعة، إذ أن العقوبات الدينية عموما لا تشمل الانتحار الجماعي إلا في الإسلام، فيقول لهم اذهبوا اقتلوا أنفسكم. طب بالله عليكم، يعني ما فيش حد تأمل في هذا الكلام ويجد أنه كلام يعني مختل فيه خلل؟ ونذهب للأعراف 179 عندما يقول لهم قلوب لا يفقهون بها. العلم أثبت أن التفكير والفهم يحدثان في الدماغ في المخ وليس في القلب. طبعا هذا خطأ يعني كبير. وعندما يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا في الأنبياء 32، لا يوجد سقف مادي يحمي الأرض، بل الغلاف الجوي هو الذي يوفر الحماية ضد الإشعاعات والنيزك وهكذا. فيعني كلام الصراحة يعني كلام كله يؤكد ان كاتب القرآن لا يفقه شيء في العلم، كلها يعني كلمات وآيات تؤكد على جهل كبير جدا. وحتى الترقيع يعني لا ينفع معه، يعني حتى المرقعون يعرفون انهم يرقعوا، لان الاختلافات والتناقضات واضحة. يعني كما رأينا هناك العديد من الآيات التي تبدو غير متوافقة مع المنطق او الحقائق العلمية الحديثة، لكن البعض يحاول دائما تأويلها مجازيا للتهرب من الحقيقة. وبعد استعراض كل هذه الآيات وكل هذه التناقضات في الآيات القرآنية، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن اعتبار يعني هذه الأمور مجرد التباسات لغوية وتفسيرات بشرية، أم إنها إشكالات حقيقية تتحدى منطقية النصوص الدينية وتؤكد على زيفها؟ وفي نهاية الأمر سأترك الحكم لكم لكي يعني تقدروا إذا كانت هذه الأخطاء وهذه التناقضات حقيقية أم لا. وهل ترى فعلا أن هذه التناقضات قابلة للتبرير، أم إنها دلالة على إشكالية حقيقية موجودة في القرآن؟ شاركنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك المزيد من الحلقات المثيرة للجدل. ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، هي دي كانت حلقتنا النهاردة. أتمنى بالطبع أنها تكون نالت إعجابكم، وإلى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة، وطاب مساءكم.